تعالوا شوفوا جوزي عامل معايا ايه. دخل عليا بلحمة راس وقال لي تعمليها دلوقتي حالا. قلت له ازاي بس اعملها، انا مش طايقه ريحتها ولا طايقه ان انا اعملها دلوقتي مع ان انا بحبها جدا. فقال لي انا عايزها دلوقتي وانا نفسي رايحه ليها، فاما تعمليها يا اما تتكلي على الله تروحي بيت اهلك. هو كده بالنص. جيت انا قلت له لا، اعملها لك وامري الى الله وبالف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معكم اي خيري. في بدايه الفيديو نصلي على الحبيب في قلبنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فالنهارده هنعمل ان شاء الله مع بعض لحمه الراس. طبعا هي ليها محبين خاصه وانا بحبها جدا. اللهم صل على محمد. لكن انا صورت الصورة بس ما لحقتش اعمل الفيديو لظروف صحية، يعني مش بقدر اصور، لان التصوير في المطبخ او التصوير عامة الروتينات وكده بياخد وقت، فانا مش هقدر بصور كتير في المطبخ علشان ده هياخد معايا وقت اكتر ومش مناسب للظروف الصحية حاليا. فانا صورت الصورة بس اللي انا عملتها وقلت هقول لحضراتكم عملتها ازاي. لحمة الراس طبعا هي غنية عن التعريف وليها محبينها، وهي جميلة جدا وبتبقى زبدة كده وملبسة وزي الفل. بتجيبيها طبعا هي بتبقى في الاول ريحتها نفاذة وكده، بتغسليها، بتدعكيها بشوية ملح ودقيق وليمون، وبتسلقيها في المية مع بصلاية واللورة والمنكهات اللي انت حابة تضيفيها ليها. وبعد كده بتبتدي تقطعيها قطع صغيرة على قد اللقمة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو حلو وكومنت حلو ليا. المهم بعد كده بتجيبي طبعا هتطجنيها، يعني بعد ما سلقتيها خلاص سلق كامل بتبتدي تطجنيها زي ما انا عامله كده في الطاجن البلد القمر ده. هتجيبي بصلتين بدل تتوصي في البصل وهتبشريه او تقطعيه قطع صغيره، وتحط عليه ذرة ملح في الأول، وبعد كده المادة الدهنية، وبتحطي عليه رشة سكر صغيرة علشان يبتدي يدبل ويدي طعم حلو ويطلع التستير اللي فيه. وأول ما يبتدي يدبل هتنزل عليه باللحمة اللي انتي قطعتيها قطع صغيرة، وتبتدي تقلبي لحد ما اللحمة تتشوح مع البصل. وفي تكة مهمة عايزة اقول لكم عليها، هي واللحمة بتتشوح مع البصل بديها يعني شق مية صغير جدا خالص علشان البصل يبتدي يدبل والكرملة اللي فيه تشربها اللحمة ويبتدي اللحمة والبصل يشربوا المية اللي انا عفوا يشربوا المية اللي انا حطيتها. تمام، لحد ما يشربوها ويتشوحوا تاني برضو، ويبتدي البصل يكون خلاص يعني دبل جدا وكرمل وصل اللهم صل على سيدنا محمد للليفل اللي انا عايزاه او للمستوى اللي انا عايزاه، بس ما يتحمرش جامد علشان ما يتعبش المعدة وما يبقاش الصلصة غامقة يعني، بس الرز يستوي ما يبقاش يعني ايه ناشف في البودر. بعد كده بعد ما تتأكد ان اللحمة اتشوحت مظبوط مع البصل، بتنزل بالفلفل الاخضر حامي وبارد او بارد بس، وبعد كده بعديها على طول فصين 3 توم كبار. وبعد كده شمي الريحة بقى، يعني بصي هلا 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 على الجمال. احلى لحمة راس هتاكليها بالطريقة دي. وتشوحي بقى تديها تقليبه، وتحطي الملح بتاعك والفلفل والكمون والكزبره بتاعتك. تمام كده. اي ريحه زفاره في اللحمه مش هتلاقيها خالص، وهتحسي بريحه كده جميله. هتشوحيها كده جامد وتحطي التوابل بتاعتك. بعد كده هتحطي 2 طماطم مقطعين قطع صغيره، تمام، مش عصير، لا طماطم. وبعد كده هتشوحيها. بعد كده هتنزلي بحوالي كوباية شاي مية وتخليها تغلي مع بعض لحد ما تبتدي الدنيا تتسبك مع بعض والدنيا تبقى زي الفل، وتوطي عليها لحد ما الدنيا تتسبك. بعد كده تحطيها في الطاجن بتاعك البلدي، او لو انت معاكي طاجن بلدي اللي هو زي بتاعي ده هتحطيه على النار. لا، معاكي الطواجن اللي هي تدخل الفرن خلاص تعمليها في حلة، بعد كده تحطيها في الطاجن عشان يدخل الفرن. وهيدخل الفرن طبعا
هيكون كله مستوي، بس هياخد اللي هو التشميعة الأخيرة والبربيدة الأخيرة زي ما احنا بنقوله بالبلدي كده. تمام. وكلي احلى طاجن لحمة راس بالبطاطس. تمام. نسيت ان انا اقولكم ان في بطاطس، شفت ازاي نسيت، الزهايمر اشتغل بقى. انا وبقى يعني قبل ما انا يعني بصوا، انا نزلت بلحمة الراس. بعد ما خدت التشويحة المظبوطة نزلت بمكعبات البطاطس الصغيرة مش الكبيرة. تمام. تاخد التشويحة، تاخد طعم تشويحة اللحمة مع البصل. بعد كده انزل بالفلفل الاخضر والثوم والطماطم والطماطم والميه اللي انا قلتها لحضراتكم. تمام. لو مش هتعملوها بالبطاطس خلاص، بس البطاطس بتتحط بعد اللحمه ما تتشوح، وتدخلوها الفرن. تاخد الغلية المظبوطة من تحت ومن فوق، وتتشمع كده من فوق زي ما حضراتكم كده شايفين، حوالي ربع ساعة يعني او نص ساعة بالكتير خالص. ويكون طبعا الطاجن يكون يعني مسخناه من قبل كده عشان ما ياخدش وقت معاكي. وطبعا طالما ذكرنا لحمة الراس، نذكر ماما ربنا يديها الصحة وطول العمر يا رب، استاذة في لحمة الراس، يعني بتعدلنا الدماغ كده لما تيجي تعملها لنا. تسلم ايديها يا رب، وربنا يديها الصحة هي وجدتي ام بابا. وبصراحة استاذة في الحاجات دي، ربنا يديهم الصحة وطول العمر، اللهم امين. تعمليها مع رز ابيض، احلى حاجة مع رز ابيض، وشوية سلطة خضراء، ولو مثلا ليمون معصفر. وبألف هنا عليك يا حبيبة قلبي، وجربيها وان شاء الله هتعجبك. وهتلاقي اللحمة اصلا لحمة الراس ملبسة وزي الفل، وهتلاقيها دوب كده في بردك وزي القمر. يا رب تعمليها وتعجبك بإذن الله. متنسيش تعملي لايك حلو للفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبك ويكون استفدتي مني. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي وتنوريني وتطريني دايما. ومتنسيش تعملي لايك للفيديو حلو، وانتظروني في فيديوهات احلى واحلى. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.